عبد الحميد النجدي وآداب زيارة القبور. انظر ماذا يقول: وسادسها، هذا في بحار الأنوار كتاب المزار الجزء 97 صفحة 34 و100، وهذا من هذه سورة الكتاب. يقول: سادسها صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ، فإن كان زائرا للنبي ففي الروضة، وإن كان لأحد الأئمة صلى الله عليه فعند رأسه، ولو صلاهما بمسجد المكان جاز. ورويت رخصة، استمعوا إلى هذه الرخصة أيها الشيعة، ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة. نعم. هذا إسلام؟ هذا ليس إسلام محمد صلى الله عليه وسلم. والله ليس هذا الدين ديننا، والله ليس هذا الدين. في قضية القبلة في البحار هناك خطأ مطبعي، بدل كلمة القبلة كلمة القبر، يعني يستدبر القبر، قال يستدبر القبلة. وانظروا إلى هذه الرواية التي نقلها صاحب البحار، يعني خطأ مطبعي يريد أن يلفق عليه قصة أن الشيعة يجوزون استقبال القبر، بينما هي استدبار القبر واستقبال القبلة. انظر كتاب الدروس هو نقلها عن هذا، كتاب البحار نقلها عن ذاك. فأنت ارجع إلى الأصل تجد أنه بدل القبلة القبر، استدبار القبر. في كتاب الدروس الجزء الثاني صفحة 23. كيف يحدث هذا الشيء؟ أيضا نشكر الأخ النجدي على سماعة الهاتف الموصلة مع أسياده في قم، ونشكر له شكرا كثيرا على الاتضاح والتدليس في حديثه عندما قال أن الذي ذكره الشيخ الخميس أن محاجة كربلاء مع الكعبة، عندما قال أن هذا خطأ في الكتاب، ليس القبر بل القبلة، ليس القبر بل القبلة. عندما تكون حجة عليكم تقولون أخطاء، عندما تكون حجة عليكم تقولون أخطاء، بينما عندما تكون لنا حجة يصيح التيجاني ويقول هذا في البخاري ومسلم، واتضح كذبهم وتدريسهم الكثير. طيب. أتمنى من الشيخ البلوغي. طيب. وأما فيما يتعلق باتخاذ القبر قبلة، ليست رواية فقط من المجلسي، بل هناك عدة روايات، وبل هناك يقول استقبال القبر لازم. شيخ المجلسي شيخ الطائفة مؤسس التشيع في مرحلة الأخيرة يقول إن استقبال القبر لازم. هم يكذبون لما يقولون تحريف وتعريف. صفحة، أعطيني الصفحة ولا هذا؟ أنا أقول لك أي صفحة. صفحة كذبة جديدة. بحار الأنوار مجلد 101. بكرة أجيب لكم إياه، بكرة أفضح كذبة. طيب. نعم. أي صفحة كم؟ لحظة أقول لك. إن استقبال القبر أمر لازم وإن لم يكن موافقا للقبلة، واستقبال القبر للسائر بمنزلة استقبال القبلة، وهو وجه الله أي جهته التي أمر الناس باستقبالها في تلك الحالة. بحار الأنوار مجلد 101 صفحة 369. وهناك عدة روايات في هذا الصدد، ولكنهم يكذبون، ودليل كذبهم لأن الكذب عندهم عبادة، الكذب عندهم دين، ولذا يقولون افتروا على أعدائكم وشهروهم وابهتوهم، ولذا وابهتوهم. نعم. ولذا يقولون. قال البلوشي ما نصه: أما بالنسبة لاتخاذ القبر قبلة، ثم استشهد بعبارة المجلسي وهو يشرح مضمون حديث قائلا إن استقبال القبلة أمر لازم، إن استقبال القبر أمر لازم وإن لم يكن موافقا للقبلة، مع أن الكلام حول استقبال القبر حال الزيارة لا حال الصلاة. أما بالنسبة لكون القبر وجه الله، فقد ذكر المجلسي أن معنى وجه الله هو جهته التي أمر الناس باستقبالها في تلك حالة الزيارة، لا في حالة الصلاة كما حاول البلوشي أن يزعم. وأما بالنسبة إلى بعض الأوهام، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فماذا عسى النجدي يقول عن الشيعة الذين يأتون إلى قبر الحسين رضي الله عنه سجدا متوجهين إلى القبر وليس إلى القبلة، بل يزحفون سجدا كما تشاهدون؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من
ينطقون إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.